السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ الاسبوع الثامن من دوري نايل الدوري المصري 2025 2026. مباراة حرس الحدود والنادي الاهلي. النادي الاهلي بدأ المباراة دي تغييرات كتير جدا في التشكيلة بتاعته. اولهم كان حراسة المرمى، ان شوبير بيبدأ مكان الشناوي، وعودة مرعي قلب دفاع جنب ياسر. على الجانب الايسر العش بيشارك على حساب كوكا كباك ليفت. طبعا كمان في منتصف الملعب تريزيجيه بيخش الى قلب الملعب مكان بن رمضان، وبيعوض طبعا تريزيجيه الشحات على الطرف الايسر. جراديشار كرأس حربة مكان محمد شريف، وطاهر على الجانب الايمن، وديانج طبعا خلفه في منتصف الملعب. التغييرات بتاعت التشكيل دي طبعا ممكن تكون مؤثرة طبعا في أداء النادي الأهلي، لكن طريقة اللعب النادي الأهلي زي ما هي. بيحاول إن هو يضغط بأكبر عدد من اللاعبين ممكن، بيفتح ملعبه، وتقريبا بتلاقي 7 لعيبة من النادي الأهلي بتضغط على المنافس جوه منتصف ملعبه. لكن الطريقة دي ليها عيوب، وعيبين بتمثلوا فيه. أولا العيب الأولاني وهو وجود ديانج في منتصف الملعب. لعيب غير قادر على القيام بدور مركز 8. لعيب قوي جدا في الاستخلاص وفي التغطية في منتصف الملعب، وفي التمركز والسرعة بتاعته في المرتدات المنافس. لكن بناء اللعب بيغلط كتير جدا في الباصات، ودي بيستغلها المنافس. وحاجة تانية إنه النادي الأهلي اندفاعه ده بيعمل مساحات كبيرة جدا في منتصف الملعب، لأنه تقريبا بيلعب على خطين: خط فيه 7 لعيبة بيضغطوا على الدفاعات، وخط تاني مكون من لاعبين 3 اللي هم قلبي دفاع النادي الأهلي، ومعاهم ارتكاز مروان أو أحد باكات النادي الأهلي بيكون هو اللي راجع عشان يعملوا توازن دفاعي. لكن ده بيعرض دفاعات النادي الأهلي لمواقف محرجة كتير ومشاكل كبيرة، وتعرضوا لمواجهات فيها سرعة ممكن ما يملكهاش قلبي دفاع النادي الأهلي. ده شفناه في المباراة. النادي الأهلي أحرز هدف من جراديشار، هدف مميز وتسديدة واستغلال الكرة التانية اللي كان فيه مشكلة لحرس الحدود عليها، خاصة في تسديدات مروان عطية الكتير على مرمى نادي حرس الحدود. لكن بغض النظر عن ده، النادي الاهلي ما كانش قادر ان هو يبني اللعب من منتصف الملعب او يستغل تريزيجيه، لان ده مش موقع تريزيجيه، ومش هو ده اللعيب اللي يقدر يقوم بصناعه اللعب. مش زيه زي بن رمضان، مش زيه زي قفشه طبعا المتخصص الاول في النادي الاهلي في صناعه اللعب. تقريبا هو المتخصص الوحيد اللي يقدر يقوم بده، بجانب طبعا اقل وهو احمد رضا، لانه هو بيجيد التمرير والتحرك في منتصف الملعب بشكل افضل. لكن النادي الاهلي كمان حاول ان هو يستغل طريقه جديده، بان هو بيضغط على طرف من الاطراف، يفرغ الطرف الثاني، يغير الكوره. وده اللي شفناه في كذا كوره لمحمد هاني. يعني هو ممكن كوره او اتنين طبعا طوال المباراه كان بيعمل فيهم عرضيات لما الكوره بتتغير، لانه هو مش قادر يستغل الجبهه دي، لان طاهر مش مساعده، وبالاضافه لده ديانج غير قادر على بناء اللعب في الحته دي. شفنا الكوره دي من محمد هاني، او من جبهه محمد هاني اتغيرت الكوره لمرعي، وجي منها ضربه الجزاء بتاع الهدف الثاني للنادي الاهلي. لكن برضو المشكله بتاعت ديانج دي شفناها في كوره قبل الهدف التعادل الاولاني لنادي حرس الحدود. ضغطوا على ديانج، خدوا الكوره، وحمدي زكي شكل الخطوره. بعدها ضغط على هاني، بيغلط، ونادي حرس الحدود بيسجل هدف التعادل. انتهى الشوط الاولاني كده، والشوط الثاني استمر نفس الاداء. النادي الاهلي بيحاول يستحوذ، ونادي حرس الحدود ابتدى يفتح ملعبه اكتر، وبقى بيلعب على المرتدات بشكل افضل. نادي حرس الحدود كان دارس النادي الاهلي وبيلعب بشكل ممتاز. ليه؟ لأنه استغل اللعب خلف أطراف النادي الأهلي بتبقى مفتوحة، خلف محمد هاني أو خلف العش اللي ساعات بيتقدم أو بيخش لعمق الملعب، فبيترك الطرف مفتوح، أو الاعتماد في الكور العالية اللي ساعات ممكن يسند على حمدي زكي أو حاجة، ويسند على الأطراف. كانت بتبقى مشكلة كبيرة جدا للنادي الأهلي، وشكلت خطورة كبيرة على النادي الاهلي. كمان الكور الثابته النادي الاهلي كان بادئ الموسم مميز فيها وبيستغلها بشكل كويس، لكن في المباراه اللي فاتت والمباراه دي شفنا خطوره على النادي الاهلي، ومنها الهدف الثاني اللي سجل على النادي الاهلي. الكور الثابته التمركز سيء جدا من دفاعات النادي الاهلي. اجمالا في المباراه النادي الاهلي مش قادر ان هو يصنع لعب من منتصف الملعب، سواء ان هو بيستعين بجراديشار مع محمد شريف او بيستعين بتريزيجيه. يمكن الاداء شويه في العمق اتحسن بنزول احمد رضا، لان هو لعيب بيجيد التمرير افضل من اللعيبه او الخيارات التانيه اللي كان النادي الاهلي بيعتمد عليها.
وده اللي شفناه حتى في الهدف الثالث للنادي الأهلي، اللي هو تقريبا نفس طريقة الهدف اللي سجله في المباراة السابقة تريزيجيه مع الربط مع بن شرقي. النادي الاهلي غير الطريقه كذا مره، بيروح للطريقه ويرجع ليها، تريزيجيه على العمق، لا تريزيجيه على الطرف، بنلعب براسين حربه واحد تحت واحد، او بنرجع تاني ان احنا نلعب بلعيبه لاعبين منتصف الملعب عشان يبقوا هما بيقوموا مركز 8، مش واحد مثلا بيقوم بمركز 10 والتاني بيقوم مركز 8. كمان النادي الاهلي ابتدى يظهر شويه مع نزول احمد عبد القادر، لان هو لعيب عنده امكانيات فرديه مهاريه نشطت الجبهه اليمنى للنادي الاهلي، مع وجود احمد رضا اللعيب اللي برضه نشط نصف الملعب بالتمريرات. لكن بغض النظر عن ده، النادي الاهلي بيكسب بحلول برضه فرديه اكتر من ان هي تبقى حلول جماعيه. غير كده النادي الاهلي كان ممكن يخرج من هذه المباراه خاسر، وخساره هتبقى مستحقه، لان شفنا لعيب زي اوكا من ساعه نزوله ارض الملعب مع نادي حرس الحدود عمل مشاكل كبيره جدا للنادي الاهلي، منها الانفراد اللي كان ممكن لو سجل منها الهدف الثالث كنا نشوف النتيجه 3-2 للحرس مش للنادي الاهلي. كمان سد التسديدتين على النادي الاهلي كانوا خطيرين برضو، نفس الحركه ان هو بيتحرك خلف محمد هاني مع نزوله ان هو بكامل لياقته ونشاطه، كان عامل مشكله جدا. محمد هاني كان مش قادر حتى يجري او يجاري اوكا في سرعاته. كمان في الجبهه اليمنى كانت نادي حرس الحدود عمل تغييراته، لكن مش بالصوره اللي شفناها طبعا في تالق اللاعب اوكا، اللعيب مميز جدا لنادي حرس الحدود. النادي الاهلي خرج بثلاث نقط، لكن يستمر سوء الاداء في النادي الاهلي الدفاعي قبل الهجومي كمان، اللي طبعا الهجومي بيبقى على حسابه الدفاع بيتدهور اكتر واكتر، وبيخلي دفاعات النادي الاهلي في المواجهات مشكله، مواجهات كبيره جدا، او مش بتعمل مشاكل كبيره جدا للنادي الاهلي، خاصه مع وجود سرعات زي ما قلنا زي حمدي زكي او اوكا او غيرهم لعيبه، خاصه مع وجود لعيبه بتركز في التمرير او تلعب الكور العاليه خلف دفاعات النادي الاهلي او خلف باكات النادي الاهلي. ثلاث نقاط قبل مباراه القمه، واستنوا المقارنه اللي قبل المباراه، وهنحلل اداء الفرقتين بشكل كامل، سواء شكل فني او سواء بالارقام، على امكانيات كل فريق وتوقعنا المباراه ممكن تبقى ماشيه ازاي، مين ممكن يتفوق او مين عنده مميزات ومين عنده عيوب اكتر. والسلام ختام. بيس نيو كالعاده، ما ننساش دعوه لاخواتنا في غزه وفي كل الدول العربيه والدول الاسلاميه، ربنا ينصرهم ويحقن دماءهم.